في الفيديو ده انا جاي لك بموبايلين اوعى ان انت تشتريهم نهائي. بكلمك بجد حرفيا الموبايلين دول لو انت رحت تشتريهم فكانك بترمي فلوسك في الارض، وده لان الموبايلين دول لا يستحقوا سعرهم نهائي بالنسبه للقيمه اللي بيقدموها قصاد سعرهم. موبايلين تقريبا تقدر تعتبرهم هم نسخه طبق الاصل من الموديل بتاع السنه اللي فاتت، يعني نفس الموبايل اللي اتقدم لنا السنه اللي فاتت هو اللي اتقدم لنا السنه دي، ولكن بسعر اعلى بكتير، سعر اعلى بكتير لدرجه ان المنافسين احسن منه بحبه حلوين. وعايز اقول لك ان الموبايلات دي مش بتقدم اي حاجه مميزه غير حاجات كده فرعيه ملهاش اي 30 لازمه. فلو انت بقى حابب تعرف كل حاجه عن الموبايلين دول وعن الاسباب اللي تخليك ما تشتريش الموبايلين دول فكمل معايا الفيديو. الموبايلين دول من شركه هي معروفه جدا وهي شركه شاومي. شركه شاومي اللي هي كانت بتقدم قيمه مقابل السعر زمان، ولكن بقى بعد زياده الاسعار والكلام ده كله ما بقتش بتقدم اي قيمه خالص. لو هنبدا بقى من ارخص موبايل هم نزلوه بقى اللي هو الريدمي 12 سي ده، لحد بقى اعلى حاجه عندهم حاجات كده بتنزل يا دوب شهر ولا حاجه وتلاقي كميات سحب، وبيبقوا نازلين بسعر غالي جدا مبالغ فيه بصراحه، يعني ما انصحكش انت تشتريهم نهائي. والموبايلين دول هم الريدمي نوت 12 اس والريدمي نوت 12 برو 4 جي. طب ليه بقى بقول لك ما تشتريش الموبايلين دول؟ خلينا كده مبدئيا نبدا بالنوت 12 اس على السريع كده، هقول لك امكانياته وبعدها هقول لك بقى موقفه بالنسبه للمنافسين بالاضافه لسعره. النوت 12 اس كده بيجي بتصميم عجيب جدا، وطبعا الموبايل كله جاي من البلاستيك. طب فكك من الشكل، خلينا نيجي للشاشه. شاشه النوت 12 اس هي شاشه تقليديه جدا بالنسبه لسعرها، شاشه اموليد فول اتش دي 90 هرتز، ودي تعتبر قليله بالنسبه لموبايل مثلا زي السامسونج ام 52 اللي هو جاي بشاشه سوبر اموليد بلس فول اتش دي 120 هرتز بسطوع 1000 نتس. شاشه الصراحه اعلى حبه حلوين من النوت 12 اس. كمان المعالج اللي موجود في الموبايل ده هو اسوأ ما يكون، الهيليو جي 96، واللي لو جيت تقارنه كده بمعالج مثلا زي ال 778 جي اللي في الام 52 اللي بنفس سعره هتلاقي ان في فرق كبير جدا ما بينهم. عايز اقول لك ان الهيليو جي 99 بقى اللي هو اعلى من ال 96 موجود في حاجه زي سامسونج 24 مثلا ب 6700 دلوقتي. انت متخيل فرق السعر ما بين 6700 ب 10500؟ فرق كبير جدا، وهتاخد معالج اعلى كمان. دي حاجه الصراحه انا مستغربها جدا من شاومي، شركه كانت معودانا على اعلى اداء قصاد السعر، دلوقتي بقوا بيقدموا لنا معالج الصراحه موجود في موبايلات ارخص منه بحبه حلوين. مش بس بيقدم لك اداء سيء، لا كمان الكاميرات اللي هنا مش حلوه. لو جيت تقارنها برده بحاجه زي الام 52 هتلاقي تفوق واضح للام 52 في كاميرات. فمن الاخر كده النوت 12 اس لا بيديك لا شكل ولا شاشه ولا كاميرات ولا اداء، كل اللي هو بيدولك حرفيا الهيدفون جاك اللي موجود في الموبايل بالاضافه للصوت الاستيريو والشاحن ال 33 واط اللي موجود في القلب. غير كده مش بيقدم اي حاجه مميزه. فانا عايز اعرف ليه واحد ممكن يسيب الام 52 ويروح يجيب ال 12 اس. الام 52 هيديك شكل احسن، شاشه احسن، كاميرا احسن، اداء احسن، وكل الحاجات دي احسن بفرق ملحوظ مش بفرق بسيط يعني ولا حاجه. كل اللي هيخسره بس الام 52 هو صوت الاستيريو والهيدفون جاك وسرعه الشحن، حاجات تعتبر فرعيه. مين ممكن يسيب الشكل والشاشه والكاميرا والاداء اللي هم اهم حاجات في الموبايل اصلا ويروح يجيب الحاجات الفرعيه اللي هي ملهاش لازمه قوي؟ انا ممكن اتقبل الصوت المونو مثلا وان مفيش هيدفون جاك وسرعه الشحن اللي مش قد كده، ولكن على الجانب الاخر انا هاخد شكل واداء وشاشه وكاميرا، حاجات مهمه جدا الصراحه. وسعر الام 52 ده حوالي 10600 جنيه، يعني نفس سعر ال 12 اس. ده كده بالنسبه لاول موبايل وهو النوت 12 اس. دلوقتي النوت 12 برو 4 جي، خلي بالك انا بتكلم عن النسخه ال 4 جي مش ال 5 جي لان في فرق بينهم. من الاخر كده النسخه ال 4 جي دي كده ملهاش اي 30 لازمه اصلا. اقول لك على حاجه، فاكر النوت 12 برو اللي هو نزل في 2021؟ عايز اقول لك ان هم بالظبط كده قاموا جايبين امكانيات النوت 12 برو قدموها لك هنا في النوت 12 برو، مع ممكن بس بعض الفروقات البسيطه. حاجه غريبه جدا ان انت تجيب موبايل نزل في 2021 وتقدمه كموبايل جديد بقى في 2023، والمشكله في ان سعره 12000 جنيه، سعر برضه مبالغ فيه جدا. لو هنقارنه باقرب المنافسين ليه اللي هو سامسونج 34 اللي سعره 11600، هتلاقي ان ال 34 هيديك تصميم يعتبر شكله احسن مع معالج اعلى برضه اللي هو الدايمنسي 1080. عايز اقول لك ان المعالج اللي موجود في ال 12 برو هو السناب دراجون 732 جي اللي هو اقل من الجي 99 اللي موجود في حاجه زي السامسونج 24. يعني تخيل كده موبايل بنص سعره واحسن منه في الاداء، دي حاجه غريبه برضه من شاومي. فال 34 هيديك شكل احسن، معالج اعلى بحبه حلوين، كاميرات برضه جايبه مثبت بصري احسن بحبه حلوين برضه من اللي موجوده في النوت 12 برو، مع شاشه برضه تعتبر احسن منه. ما تاخدهاش برضه بالارقام وان الاثنين اموليد 120، لا انا عايز اقول لك ان السامسونج 34 جايب بنفس الشاشه اللي موجوده في ال 54 اللي هو احسن شاشه ينزل في الفئه المتوسطه، احسن من النوت 12 برو بلس 5 جي. فمن الطبيعي طالما هي احسن من النوت 12 برو بلس 5 جي هتكون احسن من النوت 12 برو 4 جي، فعندك شاشه ال 34 احسن برضه، فهو بيديك شكل احسن ومعالج احسن وشاشه وكاميرات احسن. الحاجات بس اللي يتفوق فيها النوت 12 برو هو سرعه الشحن 67 واط والهيدفون جاك بس اللي موجود في الموبايل، غير كده مفيش اي حاجه يتفوق فيها النوت 12 برو خالص على ال 34. فقول لي كده بقى مين ممكن يجيب النوت 12 اس او النوت 12 برو ويسيب حاجه زي الام 52 او ال 34؟ فنصيحه مني كده اوعى ان انت تشتري الموبايلين دول خالص، اسعارهم غاليه وبرضه هي مش اعلى امكانيات ممكن تاخدها. هتقولي طب مفيش حاجه غير سامسونج، انت عمال كل شويه ترشح سامسونج. اقول لك ان فعلا سامسونج هي احسن شركه في مصر السنه دي، واللي مخلي فعلا اسعارها تكون قليله كده هو ان هم عاملين مصنع هنا في مصر، فكل موبايلاتهم بتبقى متسعره سعر قليل شويه، سعر بيبقى فعلا مديك قيمه قصاد السعر، وكمان الموبايلات بتبقى متوفره لفتره اطول. عايز اقول لك ان حاجه زي نوت 12 اس او نوت 12 برو قدامهم بالظبط كده 4 شهور ولا حاجه وكمياتهم هتتسحب من السوق، تيجي تدور عليهم مش هتلاقيهم خالص، عكس حاجه مثلا زي الاي 23 من سامسونج اللي بقاله حوالي قرب السنه اهو وما زال موجود وبيتباع عادي في مصر، ده لانه متوفر فعلا بكميه
بكميات عاليه جدا. في موبايلات سامسونج هي بتتجمع هنا في مصر، ولكن احسن بكتير من انها تبقى جايه من بره. موبايلات شاومي كلها جايه من بره بقى، فبتبقى جايه بكميات قليله، انما موبايلات سامسونج بتبقى هنا متجمعه في مصر، فبتبقى كمياتها اعلى، فبتفضل محافظه على سعرها وعلى كميتها. فبس كده كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. اتمنى بقى تكون فهمت ليه ما تشتريش فعلا الموبايلين دول. وفي النهايه لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.